السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة جديدة يا جماعة. بصوا يا جماعة، اللي معاه زلط ده معاه فلوس. ليه بقى معاه فلوس؟ بص، ركز معايا كده. لما تلاقي حجر زي ده كده ما تقولش عليه زلطة. ده اسمه علميا عقيق مصري. هتقول لي دي زلطة، اقول لك يا حاج الزلط ده دي زلطة، دي كده ده زلط، كل ده زلط، تمام. انما دي اسمها حجر طبيعي عقيق. الفص يا جماعة من الحاجات دي. الناس خشوا كده على السوشيال ميديا ويعرفوا الأسعار. الناس بتبيع الفص من ده ب 300 و 400 جنيه. إن شاء الله لما أنا أبتدي تصنيع أنتوا هتشوفوا أسعار مختلفة تماما. بصوا يا جماعة وأنا بكلمكم، ليه بقى هتشوفوا أسعار؟ علشان أنا بنزل الجبل وبجيب الأحجار دي بإيديا. شايفين يا جماعة؟ ده سليماني، عقيق سليماني. شايفين؟ دي طبعا داودي زي ما حضراتكم كده ما شايفين. وهتلاقوا اسعار ليه حلوه؟ هتلاقوا اسعار حلوه علشان انا بنزل اجيب الحاجات دي بايديا يا جماعه من الجبل. فمحتاج من حضراتكم الدعم، اللايك والاشتراك من فضلكم. هي الحته دي بقى يا جماعه لو طلعت حلوه هوريك الزلط بجد بقى اللي انت بتقول عليه زلط. شايفين؟ دي كده بقشره منعرفش لسه ايه هي، نطلعها. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، صل على النبي. وتعالى اوريك الخامة اللي انت بتقول عليها دي زلط بعد ما بيترش عليها مية بتبقى عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله. انا بقى راضي ذمتك، في زلط بالجمال ده وبالحلاوة دي؟ ما اعتقدش. هاتلي زلطة وقول لي اهي وانا اشتريها منك ب100 جنيه. ليه ب100 جنيه؟ عشان لما تتعمل دي الفص لو بعته اقل حاجة ب150 جنيه ولا ب100 جنيه، دي هتطلع 4 فصوص يعني ب400 جنيه. شايفين يا جماعة؟ جمال رباني. سبحان الخالق، سبحان الخالق بجد. يلا نكمل رحلتنا. ايه اللي انت شايفه؟ تعال اوريك اللي انا شايفه. حتة عقيق جميلة جدا، يا رب تكون زهرة. شايفين يا جماعة؟ حتة عقيق جميلة جميلة جميلة. يا رب تكون الكاميرا جايبة اللي انا شايفه. لا اله الا الله على الجمال والابداع. شايفين قلب الحجر يا جماعة؟ ده قلب الحجر من الداخل، وفي رسومات، يعني الحجر عليه رسومات من بره. سبحان الله سبحان الله. يلا نكمل يا جماعة. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو تعال اوريك الرسومات اللي بتعرفنا الحجر. دي الرسومات اللي بتعرفنا الحجر يا جماعة، للناس اللي بتبتدي تبحث عن الأحجار. شايف الرسومات دي؟ نقول بسم الله ونيجي هنا كده نحط الحجر على حاجة عالية. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نوادر الداودي، نوادر العقيق الداودي. شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله. الحتة دي عايزة تتسكل على وضعها كده، تبقى تحفة، تبقى تحفة إلهية. سبحان الله. شايفين يا جماعة؟ ولا تقول لي بقى رسام ولا بتنجان، محدش يعرف يعمل الكلام ده نهائي. يلا نتابع الرحلة.
يا جماعة لما تلاقوا حد بيجتهد، أي حد، مش شرط أنا، والله مش بقول لكم عشان أنا بنزل الصحراء وبجيب الأحجار دي بإيديا وكده، لأ. لما تلاقوا حد بيجتهد يا ريت تدعموه يا جماعة. وتعالوا بقى نشوف الرواية والحكاية بتاعة الحجر النادر ده بألواناته النادرة. هنفضل نقول يا جماعة ألوانات ربانية وتدخلات ربانية. ليه؟ علشان الأحجار دي حاجة ربنا اللي خالقها، مش بشر. شايفين الجمال يا جماعة؟ سبحان الله الخالق. يلا نكمل يا جماعة. وتيجي تشوف حتة برضو محمرة كده شوية، شايف من هنا كده باينة طبعا إن هي جميلة ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. التدخلات الإلهية. ليه بقى تدخلات إلهية؟ شايفين يا جماعة اللون العسلي من هنا واللون العسلي من فوق، الطبقة اللي جوه طبقة بيضة. سبحان الله في إبداعه. تابعوا معايا يا جماعة وما تنسونيش في اللايك من فضلكم. من بعيد، من بعيد ظاهر الجميل. الجميل بيقول لي تعالالي يا حبيبي تعالالي. الله 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 على الجمال ده. ايه الجمال ده يا جماعة؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل. حاجات تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. شايفين؟ طبعا اللي هيقول تحفة بس هو اللي بيحب الأحجار، اللي بيحب الأحجار، هو بس اللي هيقول الجمال ما بعده جمال. ما شاء الله، الله أكبر. يلا بينا نكمل وبحث. ابتدي اصور لكم باقي الحاجات اللي انا جبتها. يا رب تعجبكم. ونشوف اول حجر معانا. الحجر ده كرنيلي برضو يا جماعة، مصور زي ما حضراتكم كده ما شايفين. ما شاء الله. ونيجي للجمال. بصوا الحجر ده غريب شوية يا جماعة. الحجر ده غريب شوية. ما شاء الله. الحجر ده تحفة برضو. انا حاسس ان الكاميرا مش باينة قوي، نحاول نظبطها. شايفين يا جماعة؟ عقيق بلدي مصري. العقيق البلدي. ما شاء الله. ربنا يبارك. والحتة الجامبو دي برضو جميلة، فيها رسومات من الداخل. ومعانا كام حتة حلوين صغيرين برضو. ادي حتة جميلة برضو. ومعانا الحتة دي فيها زي تشجيرة كده. والحتة الصغيرة دي ومعانا حجر سليماني برضو. الحجر ده كل الأحجار اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة نافذة للضوء. انا كده برضو يعني مش مصدره للشمس قوي كده يبان اكتر. ومعانا الحتة العطف الجبل دي. شايفين؟ ودي برضو حتة كرنيلي.
مصورة مكسورة بس جميلة. واشوفكم في رحلة تانية ان شاء الله. ما تنسوناش يا جماعة في الدعم، اللايك والاشتراك من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله.